الدولة بتدعم الفلاح ازاي؟ حضرتك شايف ايه؟ وهل هو محتاج دعم اكبر، تشجيع اكبر، توفير وتسهيل لإجراءات؟ الفلاح أكتر إنسان مظلوم في هذه المنظومة. مم. هو مواطن مثقل بالهموم، كل همه إن أرضه تجيب محصول عشان عشان يقدر يبيعه يبيعه، وعشان يقدر وبالتالي يقدر يزرع يوفر تاني. احتياجاته. اه. وبالتالي هو أكتر واحد حريص على هذه العملية. كويس. ولكن كلنا في مركب واحد. خليني أقول لحضرتك إن المزارع أو الأسمدة والبذور والتقاوي ممكن الفلاح ما يلاقيهاش. دايما الحاجة اللي الدولة بتدعمها أسعارها ثابتة ما بتتغيرش. مم. المشكلة في السوق الحرة. طيب اه. المشكله في السوق الحره بتيجي ازاي؟ يعني الدوله مثلا بتوفر سماد او كيماوي او يوريا للفلاح، بيستلمه عن طريق الحيازه بتاعته من الجمعيه الزراعيه وده سواء في من الصيف او في زمان، الشتاء. ده كان من تمام. زمان ده. ولكن في مشكله اه. دلوقتي، الفلاح مثلا بيبقى محتاج كميات اكبر. اه. طيب الدولة هتغطي الكميات دي ازاي؟ الدولة المصرية متعاقدة مع مصانع الأسمدة انها تاخد 55% من الانتاج لوزارة الزراعة عشان تسلمه لمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وتسلمه للفلاح. كويس. كان في نقطتين سلبيتين الدولة اشتغلت عليهم دلوقتي، كانت في حيازات وهمية كتير جدا على مستوى الجمهورية، كانت بتصرف أسمدة وهي لا تستحق، حيازات مش موجودة. مش الدولة موجود لما على الورق. اه، الدولة يعني ما لا، فيش ارض بتتزرع وياخد وهو معاه حصته حياز من وبياخد حصه المستلزمات الزراعية وبياخدها يبيعها ويبيعها في بقى السوق في السوق السوداء. السوداء. دي اه. كانت مشكله الدوله مم. قضت عليها من خلال الميكنه الزراعيه. كويس جدا. ده مم. اول نقطه. النقطه الثانيه ان الدوله برضو، او انا اعتقد ان في تراخي في التعامل او تجديد الرقابه على مصانع الاسمده. مصنع مم. الاسمده المفروض ان هو متعاقد على 55% من انتاجه يورده لوزاره الزراعه. مم. هو ما بقاش عايز يورد، هو عايز يبيعه في السوق الحر او يصدره عشان يكسب عشان اكتر. يكسب. اه. وبالتالي الدولة لازم تشدد مم. الرقابة على جميع المصانع بنزول زيارات ميدانية، جهاز حماية المستهلك، المفتشين، مم. الجهات المنوط بيها لازم تنزل على هذه المصانع، مم. وما يكونش في تراخي في استلام الكميات الواردة، عشان الفلاح لما يروح الجمعية الزراعية يلاقي الأسمدة بتاعته بالأسعار المدعومة. لأن أنا زي ما قلت يعني احنا لحضرتك، محتاجين مثلا تعديل في القوانين الزراعية زي ما كان لسه معانا مش في خبر القوانين في الزراعيه يا فندم، اه محتاجين تعديل في في قانون التصدير. ان انا التصدير. ارفع الرسوم على الاسمده اللي هتتصدر، وبالتالي هيضطر يبيعها في السوق المحلي. اه. هو بيصدرها ليه؟ عشان يكسب، هو مش عايز يديها للدوله. اه. بتاع المصنع مش عايز يديها للدوله. ايوه. وبالتالي لما ارفع الرسوم بتاعته والجمارك مش هيقدر يصدرها، مش مم. هيكسب. يقول مم. لك لا، ابيعها في السوق المحلي افضل. اكسب لي. اه. اه. وبالتالي انا محتاج اتعامل مع النقطه دي. النقطه الثانيه مم. ان انا متعاقد مع مصنع مثلا النهارده مثلا 26/2 هيورد لي مثلا 10 مليون طن، ما ينفعش اخدهم منه 7، لازم مم. اخد ال 10 كاملين مم. عشان اقدر امد مديريات الزراعه على مستوى الجمهوريه والتعاونيات والجمعيات الزراعيه بالاسمده اللي الفلاح محتاجها. يعني وبالتالي الفلاح مش هيحتاج يشتري من السوق الحر، طب يعني احنا وبالتالي هضبط محتاجين الاسواق. تعديل في قوانين التصدير وقانون الزراعة ايضا. اه. في القانونين دول مهمين علشان نقدر نوفر للفلاح الاحتياجات الخاصة بيه من الأسمدة والمستلزمات تمام يا الزراعية. فندم. احنا بنضم صوتنا لصوتك يا دكتور إسلام فعلا. وجميل النهاردة وافق مجلس النواب على تعديل بعض المواد في قانون حماية المستهلك لمواجهة السوق السوداء وتغليظ العقوبة والقضاء على الاحتكار. ده محتاجين فعلا تعديل في قوانين مهمة، لأن القيادة السياسية والدولة بتنهض بالمشروعات الزراعية وبتنهض بالقطاع الزراعي. لازم فعلا تكون القوانين متناسبة مع هذه الجهود ومناسبة للعصر اللي احنا فيه، وتواجه كل التحديات لكل الجشعين اللي ممكن فعلا بطمعهم يأثروا على كل على القطاع الزراعي وعلى ملف الأمن الغذائي. عايزة أتكلم بما أن حضرتك برضو عن يعني تخصصك